Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma لم تكن عبثا حين قال أردوغان خلال تأديته القسم لولاية جديدة: سنحتضن جميع أبناء شعبنا. فهي رسالة إلى المعارضة وإشارة إلى ملامح السياسة الداخلية الجديدة في تركيا التي ستصب أولويتها على إعادة اللحمة إلى المجتمع التركي الذي عرف شرخا كبيرا لم يشهده من قبل نتيجة الخطابات الشعبوية للمعارضة التي كانت تلعب على الهوية التركية. لأن المجتمع التركي أصابته انقسامات خطيرة جدا على المستوى الاجتماعي ربما لم يشهدها من قبل نتيجة الخطاب الشعبوي للمعارضة، التلويح بهوية تركيا، التلويح بالعلمانية بتركيا أنها في خطر، التلويح بأنهم يدعمون الشذوذ الجنسي ويعني بعض القوانين النسوية التي تطبق في أوروبا، ويتهمون أردوغان بأنه يؤسلم البلد. على الصعيد الدولي يتوقع خبراء إجمالا من حكومة أردوغان الجديدة رسم خريطة جيوبوليتيكية أكثر استقلالا تمكن تركيا من إعادة الملفات على مسافة قريبة مع كل الأطراف المتنازعة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتوجه إلى اتباع علاقات إيجابية مع الغرب وبناء تحالفات جديدة خصوصا في الشرق الأوسط. بالنسبة للموضوع الخارجي سيكون هناك مرحلة من الاستقرار السياسي في السياسة الخارجية، استقرار في السياسة الخارجية لا يتغير كثيرا في طبيعة إدارة الملفات، لأنه تركيا الآن وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية تلعب دورا متوازنا وتحاول أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، وهي مدركة لأهميتها الجيوبوليتيكية وأنها ضرورة للجميع، ولذلك هي تستغل هذا الأمر مما يعطيها دفعا وقوة في العلاقات الدولية. ستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أجندات الحكومة أيضا، مع بلوغ نسبة التضخم إلى أزيد من 40% وسط تكهنات بدور ريادي لأردوغان لإعادة إنعاش اقتصاد الوطن. وليس بالغريب فهو الذي جعل من تركيا دولة قوية بعملتها تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع.